هل تختلف الأعراض بين الأطفال والكبار؟ طبعا احنا اذا نفهم ميكانيكيه المشكله شنو هو، احنا من راح نفقد كميه بروتين بالادرار، تمام. والجسم يفقد البروتين، فشي يصير مشكله بالدم. الدم يعتمد على البروتين، يحافظ على قوه الضغط داخل الشرايين. من نفقد ماده البروتين راح يصير تناضح بالسوائل من الدم الى الخلايا والاجزاء المحيطه بالشرايين والاورده، فما يؤدي الى تورم بالجسم. طبعا التورم يبدا بمناطق الضغط، يعني مثلا او الجاذبيه، خلينا نقول يبدي بمناطق القدمين، يبدي بالمناطق الرخوه حول العين، بالوجه، بالايدينات. يعني الجسم يورم بهذا المرض؟ طبعا، او مرات يكون تورم داخلي، مثلا حول الاحشاء الداخليه، مثلا بالفجوه مال البريتون، بفراغ البريتون، او احنا نسميه بريتونيال كافيتي. ايضا ممكن يكون داخل الجسم يصير تورم بالاعضاء او بالمناطق المحيطه بالاعضاء. فالاعراض ما بين الكبار والصغار تكون متشابهه: ضيق بالنفس، تورم بالعينين، تورم بالقدمين، ارتفاع ضغط الدم، فقر الدم. وبسبب هذا البروتين من نفقده عن طريق الادرار راح تطلع ويا مواد اخرى، مواد مناعيه، مواد مهمه للجسم. ممكن نفقد مشتقات الفيتامين دي، ممكن نفقد بعض الاملاح المهمه، فممكن نفقد بعض المواد المناعيه، فممكن الانسان يصاب بعده التهابات، يعني ياثر على المناعه وياثر على الجسم وياثر على عده اعضاء بالجسم، فتكون الاعراض تقريبا مشابهه بين الاعمار. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی